حصلت أخبار الآن على صور حصرية تظهر محاولة سحب أحد أفراد داعش بعد إصابته وتخلي التنظيم عنه في المعركة التي تدور بين الجيش السوري الحر وتنظيم داعش قرب بلدة الراعي في ريف حلب. وتظهر اللقطات محاولة منع الجيش السوري الحر من إنقاذ فرد داعش المصاب من خلال استهداف موقعه بالقذائف الثقيلة، ولكن نجح الثوار في الوصول إلى المصاب ونقله إلى مكان آمن. قامت كتائب الجيش الحر بإلقاء القبض على الداعشي، وكان عرفنا على اسمك انت؟ بلال الزين. كنت بالسجن. بلال الزين؟ إيه؟ بلال الزين من منطقة انت من تادف سكان حلب. من تادف سكان حلب. من انطاك السكراي؟ ما الجيش الحر ما؟ إيه، مو على اساس انتم ما منكر هذا. كذابين هذا. مو على اساس انتم بتدفعوا رؤوس العالم مشان هاي يعني. تاخذ $300. ها؟ امراء متحشش. حسبي الله ونعم الوكيل. طب احكي لنا شلون يعني طبق عليكم قول الله تأمرون الناس بالمعروف وتنسون انفسكم. طبعا هم الناس بالبر وتنسون انفسكم. نعم يعني طبق هذا القول عليكم. نقطة. طيب طبق هذا القول؟ طبق. نقطة. شلون كانت معاملة الامراء معكم؟ شلون كانت معاملتنا معك؟ ينسحب يخسر. احنا الامراء. انتم والله انتم ما عاملتوني الا كل خير. الله يجزاك. نحن تبعتنا سوريين. انت مو سوري؟ انا سني. ها؟ اذا انتم هوايتكم قطع الروس، احنا هوايتنا اصلاحها. والله انا ما قطعت راس جيبي. تمام. انطوا مي جيبوا له مي. جيبوا له مي. جيبوا له مي ونسوان. ايش قد صار لك معاهم؟ طلعونا من السجن صرنا 6 ايام. 6 ايام طلعك من السجن. ليش كنت مسجون؟ انت باي ولايه؟ تابع للولايه؟ حلب. ولايه حلب؟ اميرك ابو لغمان ما؟ لا شو ابلغ. وين ابو لغمان؟ العراقي هذا من ابو انس؟ ابو الاسير. ابو ايه عبد له كل يوم. شلون كل يوم عم يحطوا امير شكل؟ جدكم اوامر بانسحاب من الريف الشمالي كلياته؟ ايمت بدكم تسحبوا؟ او على العراق بدكم تشدون؟